أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامجكم استاد الإسكندرية. طبعا احنا بنبتدي بقى حلقات السنة الجديدة، ومعانا النهاردة حلقة خاصة جدا، حلقة الاستفتاء بتاع كل سنة اللي من أول ما ابتدينا نشوفه بقى من كام سنة. كل سنة في نفس الميعاد بنعمل استفتاء الأفضل، وبنحاول دايما يعني يكون الاستفتاء ده متوافق مع الآراء الحقيقية اللي موجودة على الأرض. واغلب الاراء اللي بتجيلنا بتكون موجوده جوه الاستفتاء. الناس كلها بتشارك على فكره، وصحفيين ونقاد رياضيين، كل الناس بتكون مشاركه عندنا في استفتاء الافضل. وبنحاول دايما ان احنا نقدم لكم الشخصيات اللي فعلا يعني بتكون موجوده على مستوى الساحه الرياضيه وعلى مستوى العمل الرياضي والعمل العام، ابطال ونجوم ولاعيبه كبار جدا، اسماء كبيره بتكون موجوده، وتكريمات واوسمه بنقدمها لكل الناس اللي فعلا يعني قدمت لعالم الرياضه اشياء مختلفه. حلقه النهارده هيكون الجزء الرئيسي بتاعها الاستفتاء زي ما انتم عارفين، وانا عارف الحلقه دي بتعمل ضجه، يعني كل مره بعد ما بنخلص بنلاقي ردود افعال، في اللي موافق وفي اللي مش موافق، وهو ده الاعلام. يعني احنا دايما هنا بنشتغل بطريقه مختلفه، وانا ادعي ان احنا بنغرد خارج السرب. يعني احنا هنا برنامجنا استاد اسكندريه الناس تبقى ماشيه في اتجاهات وانتوا عارفين انا قصدي ايه، واحنا بنمشي في الاتجاهات الحقيقيه الفعليه. احنا بنشتغل مهنيه، بنحاول دايما نقدم الصوره الحقيقيه، بنحاول نجيب الاخبار الحقيقيه، بنحاول نقول الاراء الحقيقيه. زي حلقه المره اللي فاتت كده، شفتوا بدايه السنه الجديده كانت حلقه مع 2 من اعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري اللي لسه ناجحين في الانتخابات، واللي عندهم افكارهم وعندهم اطروحاتهم، وبيتكلموا في كلام ممكن يدعم ويضيف نادي الاتحاد السكندري. فبالتالي احنا هنا وسيبناهم يتكلموا في كل الافكار اللي هم عايزينها، ما بنحجرش على حد، ما بنحاولش ان احنا يعني ندي اي اراء حتى شخصيه من عندنا. كل الافكار اللي عندنا هنا مطروحه زي ما هي كده موجوده في الساحه الاعلاميه. طبعا حلقه الاستفتاء انا بستنى فيها الاستاذ طارق اسماعيلي وابداعاته. النهارده دايما كالعاده بيبقى مبدع في حلقات الاستفتاء، كاتب الصحفي الكبير الاستاذ طارق اسماعيلي، محلل دايما برنامج استاد اسكندريه. يعني حلقه الاستفتاء بقى بتاع كل سنه، كل سنه طيب. وانت طيب، ربنا سنه سعيده عليك بقى، كل سنه بنتقابل هنا نبتدي نتكلم، ودايما يبقى عندنا المؤيدين وعندنا المعارضين. بص، انت بتختار بوفق معايير واحنا بنشرحها حتى بالزبط. يعني بعد كل واحد بنقول ليه احنا اخترنا ده بالظبط. يعني لازم نقول عشان الناس تبقى فاهمه. وناس كتير ما تعرفش ان احنا بنسال، يعني الاستفتاء حقيقي احنا بنسال النقاد الرياضيين اللي حوالينا، وبنسال الصحفيين، وبنسال الاعلاميين، وبنسال حتى الناس اعضاء الجمعيات العموميه. الموضوع مش عشوائي، يعني الناس بتتكلم بجد. لا احنا ما بنختارش حد كده. طيب تعالى قبل ما نخش في القصه دي ونخش على الاستفتاء، لازم نتكلم على شويه احداث لسه بتحصل من شويه وموجوده على الساحه ومطروحه. ونادي الاتحاد السكندري بدا في مرحله الصفقات، انجاز لنا التعبير، نتكلم الجمله تبقى صح، لان هو فعليا الرسمي انا عندي صفقتين تم اعلانهم بشكل رسمي، وهم جوده، الاثنين لعيبه من بيراميدز، جوده ودونجا، والاثنين من بيراميدز. وكان في برضو ايه يعني كلام كتير على الصفقتين دول، مثلا ان يعني دونجا برضو سنه مش صغير، اللي هي الفكره اللي احنا كنا بنتكلم فيها دايما قبل كده، وان هو طبعا هو لعيب كبير ومحترم وليه تاريخه وكل حاجه، ولكن الراجل يعني بقى له سنه تقريبا ما كانش بيلعب في فريق بيراميدز، وهو موجود النهارده. ودونجا على فكره يعني مش صفقه اعار، بس عشان بس تفهمين، دونجا اتعاقد سنه ونص، ودونجا كان لعيب محترم جدا وعنده امكانيات كبيره جدا في وقت ما، ولكن الراجل بقى له سنه زي ما قلت لكم ما بيلعبش، وهو هاف ديفندر طبعا في مركز برضو يعني من المراكز الكويسه. لكن هل امكانيات دونجا الحاليه هتساعد في الفتره اللي جايه؟ دي الاسئله اللي هتجاوب عليها الملعب، وهيجاوب عليها الاستاذ طارق اسماعيل. هو دونجا وجود الاول قبل ما نخش في الكلام التاني، هو هيدور لك اعاره ليسكا هو مش بيلعب. بالظبط. يعني هو مش هيدوا لي اعاره، صح؟ لازم هيديعوا. ايوه صح. يعني هو هنا في الحاله دي يبقى مش اعاره، اصل الاعاره ده ان اللعيب مثلا عندي انا عايزه، بس بيبقى ايه في كذا واحد في المركز ده، فبديهولك عشان كمان يوصل يعدي اللي عندي فارجعه تاني. فهو كان هو مش بيلعب، فهو ده بتاع ماشي. انا مش النهارده مش ما كده احنا هنجرب كده انت ايه الصفقه بتحسب على حسب احتياجك ووفق قيمتها ايه والتعاقد ازاي.
كل ده انت بتحسبه. فماشي لو هو بالكلام جايز المبلغ مش كبير، جايز ما انا برضو بالظبط. يعني جايز مبلغ دونجا مش كبير، وانا عارف برضو ان الموضوع انت في جميع الاحوال محتاج كنت لعيبه، فانت بتجيب عندك جوده كمان من بيراميدز موجود. بس جوده اعتقد هو اللي اعاره ولا صفقه، اعتقد جوده اعاره جاي من بيراميدز. جوده بيلعب، يعني جوده مش بيلعب طبعا بشكل، بس جوده بيلعب، وجوده على فكره لعيب كويس قوي، يعني عشان نتكلم برضو نقول لينا ولا علينا. واعتقد ان هو ممكن يكون اضافه نادي الاتحاد السكندري. دول الصفقتين اللي يعني خلاص ما فهمش الكلام ده من على الموقع الرسمي. عايز ابعت تحيه للاستاذ محمد جمعه مدير الموقع الرسمي ونائب رئيس المدير التنفيذي او نائب المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري، راجل عامل شغل كويس قوي على الموقع. لكن خلينا نرجع للي مش اكيد بقى، او مش اللي اكيد، هو خلاص تقريبا قفشه تقريبا خلاص مع نادي الاتحاد السكندري. وانت عارف احنا عندنا في نادي الاتحاد الصفقه بتخلص بس لازم يحصل التوقيع المباشر، واعتقد ده لسه ما حصلش. لكن قفشه تقريبا خلاص خلص اتفاقاته كلها مع نادي الاتحاد السكندري. وعندنا مقولتين في القصه دي. تمام. عندنا ايه؟ مقولتين لان مفيش حد طلع قال حقيقي، يعني مش طلع قال الحقيقه، محدش طلع قال. لكن اللي منتشر حاجتين. في راي او في كلام ان قفشه جايب 10 مليون جنيه هيدفعوا له هو شخصيا بشكل مباشر كاعاره 6 شهور من النادي الاهلي. وفي ناس تانية قالت لك لا، قفشه جايب بلاش خالص وفري، والنادي الاهلي مديه هديه لنادي الاتحاد السكندري. بص، لو هو جاي اعاره ب 10 مليون جنيه تبقى صفقه غير رابحه لنادي الاتحاد. لانه اعاره انه اعاره ولمده 6 شهور بمبلغ كده خرافي. يبقى ده لا. يعني يبقى انا افضل لا. لو هو جاي اعاره حتى لو مدفوع فيه مبلغ يعني بسيط وهيجي ال6 شهور يبقى كويس، يبقى كويس جدا. قفشه لعيب كبير طبعا. بس هنا برضو الحسبه برضو هو جاي ازاي؟ لانك انت هتجيب لي يعني النادي الاهلي مثلا مكانه قفشه فيه لعيبه كتير، فهو بياخده كده عشان يسكته يروح يلعب هنا 6 شهور. اقول لك حاجه اعتقد كده ليه؟ لان انا عارف كويس ان مدرب النادي الاهلي في عدد من اللعيبه بلغ اداره النادي الاهلي ان هو مش محتاجهم الفتره الجايه، ومنهم قفشه ده بشكل مباشر. دي معلومه على فكره. الفلوس مين هنا؟ لكن هي الفكره بقى، هي دي النقطه اللي حضرتك الفلوس ايه؟ لكن انا لو المبالغ دي مبالغ فيها جدا. قلت لك بالنسبه لنادي الاتحاد وبالنسبه لظروف نادي الاتحاد حتى لو اللي هيدفع الاستاذ محمد سلامه مثلا، دي قصه ثانيه بقى. هو يطلع يقول الكلام ده، لكن النادي ما ينفعش يتحمل الكلام ده، لان الكلام ده بيترتب عليه حاجات كتيره جدا، والسياسات دي انا ضدها. ليه؟ لانك انت لما بتيجي تدفع الكلام ده اوتوماتيك اللعيبه اللي عندك هي كمان سقفها يعلى. صح. يبقى انت بترفع كده في ميزانيه الفريق، يبقى انت كده بتضر النادي. انت دلوقتي لابد انك تبقى حاطط ليميت معين بتتكلم عليه. واحد بقى دفع من جيبه، دفع من هنا، دي قصته هو. طيب عشان برضو يبقى الكلام واضح، احنا لغايه دلوقتي ما عندناش تاكيد موضوع 10 مليون جنيه حقيقي ولا لا، او ان هو جيب 10 مليون جنيه ولا لا، ومين اللي دفعهم. ما هو جايز اللي دفعهم زي ما بنقول استاذ محمد سلام، ده موضوع تاني. وهل هو هيدفعهم بشكل مباشر ولا هيكونوا على سبيل يعني الاقراض لنادي الاتحاد؟ فالموضوع لسه فيه كلام كتير، ولكن فيه كلام تاني ان هو جاي مجاني. بس انا مش فاهم القصه دي. صعب ان انت تجيب لاعب زي قفشه مجاني، يعني الناس اللي بتتكلم ان هو جاي بشكل مجاني دي ما حصلتش في التاريخ قبل كده. ممكن بالعلاقات الشخصيه والنادي الاهلي عايز يدعم نادي الاتحاد وكل حاجه، لكن الموضوع برضو في كلام كتير، واعتقد ان مع الوقت هيتم الاعلان عنه، وهنسال فيه الاستاذ محمد سلامه، هنسال فيه مجلس الاداره، وهنتكلم في الموضوع ده. لكن الى الان زي ما قلت لكم كده قفشه اتحداوي، ولكن مش عارفين معايير الصفقه ايه، او الارقام بتاعه الصفقه ايه، او ايه اللي هيحصل بالظبط. كل عارفين ان هو بنسبه كبيره هيكون موجود 6 شهور، وزي ما الاستاذ طارق قال كده، يعني 10 مليون جنيه ده رقم. هل هو هياخد 10 مليون جنيه في 6 شهور؟ ده سؤال لازم حد يجاوبنا عليه في التوقيت ده. طيب برضو في كلام على خالد عبد الفتاح، عشان برضو نتكلم بقى بشكل كبير. في كلام خلاص، واللي بقوله لكم ده انا مش ببوظ صفقات ولا حاجه، يعني طبعا التيشيرت ده مش حقيقي ولا بس تيشيرت نادي الاتحاد، هو الجمهور بينزل الصور دي وهو لابس. خالد لعيب كويس
ولو جه هيبقى اضافه كبيره لنادي الاتحاد السكندري. واتمنى ان انا شخصيا اقول لك انا اتمنى ان خالد عبد الفتاح يجي في التوقيت ده. خالد الناس ومركز خالد عبد الفتاح احنا محتاجينه جوه نادي الاتحاد السكندري. ده مجموع الصفقات اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري. طيب بالنسبه بقى للعيبه اللي احنا جبناهم هيحصل فيهم ايه؟ لسه برضه ما فيش اجابات. الحاجه الوحيده اللي انا واقف عندها بقى وده خبر انا مش عارف، يعني بنسبه كبيره هو صحيح، يعني بنسبه كبيره هو صحيح، بنسبه كبيره جدا هو صحيح، لان المعلومات كلها بتؤكد القصه دي. صبحي سليمان، في ناس بتتكلم على ان صبحي سليمان هيروح اعاره للجونه وهيجي مكانه محمد علاء. يعني فكره محمد علاء يجي في التوقيت ده وانت عندك 3 حراس مرمى ده سؤال. السؤال الثاني بقى الاستاذ طارق برضه صبحي سليمان وفكره ان صبحي النهارده يطلع اعاره للمره الثانيه. على فكره صبحي بيطلع اعاره للمره الثانيه من نادي الاتحاد السكندري. لو تم انا شايفه انه خطا فادح. لان صبحي سليمان يعني شال نادي الاتحاد في الدور الاول، عمل مباراه قويه جدا بالظبط وادى اداء كويس جدا. صبحي لعيب كويس قوي، حارس مرمى محترم يعني، جدا جدا قوي يعني. جدا بالظبط، وابن النادي. فانت بالمنتهى البساطه دي يعني السنه اللي هو فعلا يقف ويلعب فيها ويأدي فيها بمنتهى البساطه انا اطلعه كده. ما جايز ده راي مدير فني، جايز راي مدرب حراس مرمى، ما احنا مش عارفين. لا معلش بعد اذنك، يعني النهارده احنا كده بنبقى سايبين مدير الفني او مدير الكوره يعمل كما يشاء؟ لا. طب انا كاداره النادي لازم اشوف انا طب انا عندي اللعيب قدامي لعيب كويس جدا وحارس مرمى متميز جدا، يبقى انا ازاي على اي اساس يعني؟ عامة موضوع صبحي ده انا شخصيا واقف عنه بشكل كبير، يعني الموضوع غريب. يعني صبحي سليمان الراجل مقدم مستوى راقيه جدا، الراجل على فكره من احسن حراس المرمى في اسكندريه، على مستوى اسكندريه بتيجي تبص اسكندريه مفيش غير صبحي، مفيش غير صبحي سليمان، وعلى مستوى الاسكندرانيه مفيش غير صبحي سليمان خلاص. يعني فالموضوع برضو ممكن اللاعب هو اللي عايز يطلع، يعني عايزين حد يطلع، دي قصه لو اللاعب هو اللي عايز يطلع ده موضوع تاني. لو اللاعب عايز يمشي ده موضوع تاني، يعني لو اللاعب هو اللي عايز يطلع اعاره دي قصه تانيه. فبالتاكيد احنا برضو الايام الجايه هنسال وهنشوف وان شاء الله يبقى في رد للمواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي. طب عشان ما نضيعش وقتنا تعالوا نخش بقى على التقيل. يلا بينا، تعالوا بقى نبتدي الاستفتاءات بتاعتنا ونتائج الاستفتاءات بتاعتنا الافضل للعام اللي فات. على فكره هو الافضل 2026 بس احنا على مدار عام من 2025 لحد ما وصلنا 2026، يعني مش مسبقا، هو على مدار عام فات كامل. فتعالوا كده ناخد استاذ سامي يورينا كده اول فائز معانا في الاستفتاءات ونرجع نعم. طيب يعني في جايزه كده احنا نزلناها السنه دي لانها حاجه من الحاجات اللي احنا بننادي بيها بصراحه، ان انا يكون عندي نجم رياضي، حد عنده عطاء رياضي، ويكون كمان اكاديمي، ويكون كمان عنده العلم بتاع الرياضه. ولما جينا بصينا على المواصفات دي يعني كلها بتنطبق على الاستاذ الدكتور اسعد الكيكي. الراجل ده بجد يعني تاريخ كبير جدا على مستوى الرياضه طبعا، على مستوى اسمه في عالم كره السله، على مستوى تاريخه كلاعب، على مستوى ما يقدمه الى الان في عالم الرياضه، سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاكاديمي. الراجل ده علم اجيال، وفي الحقيقه هو اسم من الاسماء اللي انا فرحت ان الناس اختارتها، ولما حطينا اسمه وسط اسماء تانية مش هينفع بقى نقول، فلقينا الدكتور اسعد يعني لقى يعني ترحيب كبير جدا من كل الناس. بالتاكيد انت اولا هو كان معانا في حلقات كتيره في البرنامج واتكلم يعني بشكل علمي محترم جدا جدا عن الاستثمار الرياضي والتخطيط للرياضه والكلام ده. وانا سعدت جدا جدا ان نادي الاتحاد
يجيبه كمخطط للرياضه، لان ده اختيار رائع. يعني ده بدايه موفقه لمجلس الاداره، انك تجيب واحد زي الدكتور اسعد ويبتدي يخطط للرياضه بشكل علمي ومنهجي، ويبتدي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال الفكر اللي هو هيبتدي يمشي عليه الفتره الجايه. طيب دكتور اسعد الكيكي طبعا دي كل التحيه، واحنا هنحاول دلوقتي نتواصل كمان معاه، فتعالوا نطلع الفاصل الجاي ونعود مره. طيب برضه سيبنا خلينا بالافضل على مستوى افضل مدير كرة قدم. يعني لما تيجي تبص بقى في اسكندريه كده وتشوف المنظومه المنتظمه اللي شغاله، اللي بتطلع ناشئين، اللي عندها فريق اول قوي، اللي بتعمل صفقات كويسه، اللي عندها استقرار على المستوى حاجات كتير جدا. فكابتن عاطف حنفي راجل بيشتغل بقاله سنين طويله جدا، وقادر ان هو يحافظ على استقرار الانديه اللي هو مدير كوره فيها، والراجل بيقدم نجاحات كبيره جدا، وبيشتغل من غير كمان دوشه. يعني ما تلاقيش تصريحات، ما تلاقيش مشاكل، ما تلاقيش اي حاجه. هو ده لا خلاف على ان هو افضل مدير كوره فعلا، لان هو من الناس المحترمه اللي بيقعد وبيشتغل وبيخطط وبيضع اسس للعمل، فبيحقق نجاح على المستوى التنظيمي. بيبقى عنده لما كان ماسك نادي سموحه عمل معاهم شغل هايل، وبعد كده في نادي فاركو عامل شغل كويس جدا. فاختيار الكابتن عاطف جاي نتيجة الجهد اللي بيبذله، واللي هو العطاء اللي على مدار سنين طويلة عمله، اللي يستحق بيه فعلا ان هو يبقى افضل مدير كوره. والراجل تاريخه هو اللي بيتكلم عنه، ارقامه هو اللي بتتكلم. سواء احنا ممكن كلنا نقعد نتكلم وخلاص يعني كل واحد يقول لا ده الافضل ده الافضل، لكن تعالى كلمني على الارقام، على المعطيات، الراجل عمل ايه. ما هي الموضوع اصله علم، والموضوع ليه صحيح. قصه صحيح. مش بتتاخد بشكل عشوائي، مش بالحب وبالكوره اصل ده صاحبي وده لا. موضوع الراجل بيقدم على مستوى سنوات طويله انجازات كبيره جدا، اللي بيحافظ على استقرار نادي في الزمن اللي احنا فيه ده، استقرار فريق لفتره طويله، ده حد ناجح في ظل اللي احنا المعطيات اللي احنا بنشوفها. تحيه للكابتن عاطف حنفي طبعا، ومبروك عليه اختياره افضل مدير. كنت تعال ناخد اللي بعده يا استاذ، خش على اللي بعده. اظن دي فيهاش خلاف بقى يعني دي ما فيهاش خلاف خالص. يعني بقى روح بقى يمين شمال عطرد اهو. انت النهارده لسه قبل ما نخش الحلقه على طول اتفرج على الماتش، اتفرج كده الراجل ده كان بيعمل ايه النهارده، الراجل ده بقى له فتره بيعمل ايه. الراجل ده من وجهه نظري افضل لعيب كره سله في مصر، مش على مستوى اسكندريه، مش على مستوى نادي الاتحاد. ده بيرجع لنا كده الحاله بتاعت زمان، الجو بتاع بقى ايه العظماء والعمالقه، كابتن مدحت ورده. طبعا كابتن مدحت ورده مفيش مقارنه بينه وبين اي حد عشان بس نتكلم بصراحه، بس على الاقل يعني ها في ريحه الزمن ده. ميدو طه طبعا افضل لاعب كره سله، وده بالاجماع. انا عايز اقول لكم مفيش حد اختلف على الاسم ده. الراجل النهارده عامل واحده دنك في الماتش، انا كنت هعيط. لا بيعمل اي حاجه، ولد اسكندراني ابن نادي الاتحاد، من مدرسه نادي الاتحاد، من مدرسه الشاب يعني. لا ده معلوش خلاف، ده كان بشبه اجماع
ان الكل كان شايفين انه ده افضل لاعب، وفعلا وانا مؤيد الكلام ده تماما. هو ده احسن لاعب وبيأدي وعامل شغل كويس جدا وفارق قوي قوي مع نادي الاتحاد. وعايز اقول لك حاجه، ميدو كمان ليه لمحات انسانيه على المستوى الانساني، الناس قريبين منه، شخصيه يعني انسان جدا وعطوف جدا وبيساعد الناس، ونجم في مواصفات النجم اللي هي الايه بتاعت زمان دي، اللي هو الاخلاق والتعامل الراقي ومساعده الناس. احنا خلينا نتفق ان لازم يكون معانا في حلقه. لا ما هو ميدو احنا هنجيبه في حلقه يعني، بس انا بوعدكم اهو ان ميدو طه هيكون معانا في حلقه طويله كمان نتكلم فيها في كل حاجه. لازم تشوفوا الجانب التاني لميدو طه. الناس كلها شايفه ميدو طه النجم اللي هو بيحط باسكت، اللي هو بيكسب فرقته. ميدو عنده شخصيه خلابه في الحقيقه، وانا يعني اتكلمت معاه اكتر مره. راجل عنده كل حاجه، عنده كل حاجه تخليه نجم كبير جدا، وهو امتداد طبيعي لنجوم نادي الاتحاد السكندري. طيب تعال نخش على اللي بعده. خش لغايه دلوقتي اهو، انا لسه اللي جاي ده هتتبسط بيه. تعال. طب دي بقى احنا نحلها ازاي دلوقتي؟ يعني انا هحلها ازاي دلوقتي؟ طبعا بالاختيارات بتاعه النقاد الرياضيين في اسكندريه، الصحفيين والجمهور، ولما حطينا اسم صبحي سليمان مع اكتر من حارس مرمى موجود النهارده في الانديه السكندريه، صبحي سليمان هو الافضل، هو الافضل على مستوى اختيارات الجمهور. كان خبر بالنسبه لنا النهارده، او خبر بالنسبه لنا صادم جدا، او يعني في الاخر هي وجهه نظر الاداره، كل اداره حره في ان هي تعمل اللي هي عايزاه، لان في الاخر هي اللي شايفه مصلحه النادي. ولكن هو كان سؤال علامه استفهام كبيره جدا. صبحي سليمان هو الافضل على مستوى حراسه المرمى لعام 2025 في اسكندريه نادي الاتحاد السكندري. صبحي كان اختيار برضو عليه اجماع كبير جدا من كل الناس لما حطينا اسم صبحي سليمان في اختيارات الاستفتاء بتاع 2025. هو فعلا افضل حارس مرمى، دي مش محتاجه يعني. ده مؤدي اداء كويس جدا، عامل شغل كويس قوي مع نادي الاتحاد، باذل مجهود كبير جدا، هو يستحق ان يكون افضل حارس. وارقامه بتقول كده، عشان بس الناس تفتكرش ان احنا يعني هو الراجل بالنسبه لماتشات كتير جدا كان في ازمات في دفاع نادي الاتحاد السكندري، كان صبحي هو اللي بينقذ الموقف بالظبط. فبالتالي احنا برضو علامه استفهام. هل صبحي عنده مشكله مثلا مع المدير الفني؟ حد يطلع يقول يا جماعه، هل صبحي عنده مشكله مع اداره الكره الجديده مثلا في نادي الاتحاد؟ يعني في مشاكل فصبحي عايز يمشي مثلا، احنا مش عارفين. هل في صفقه من الموضوع؟ يعني لما اطلع صبحي اعاره واجيب محمد علاء، ما هو الكلام ان محمد علاء هو اللي جاي من الجونه، انا رحت وديت صبحي وجبت محمد علاء بتاع الجونه، فهل مثلا انا هستفيد ماديا من الصفقه دي؟ يعني احنا هنبيع صبحي مثلا او هنعيره برقم كبير فده هيضيف لنا، هنا ممكن افهم الكلام ده. لكن فنيا لا، صبحي من الحراس المرمى كبار جدا، وتحياتنا لصبحي سليمان ومبروك عليه فوز في في كرة القدم ممكن تستغنى عن اي لاعب وتستبدله بحد يكون اعلى اقل حسب زي ما انت عايز، الا في حراسة المرمى لازم في استقرار وثبات. الافضل انك انت تحتفظ بالحارس المتميز، لانه هيفرق معاك جدا جدا جدا. صح، وهو عمله نادره في الاخر يعني حارس المرمى متميز، الا لو في برضه بعيد تاني عشان الناس برضه حاجه احنا ما نعرفهاش. بالظبط، يعني لو في حاجه احنا ما نعرفش ليه حد يقول لنا، فعشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا بننتقد وخلاص، جايز في حاجه احنا ما نعرفهاش، جايز الراجل عنده مشاكل، فعايزين نعرف لو في حاجه من دي، عايزين نعرف. تحياتنا لصبحي سليمان واللي بيقدمه واللي قدمه نادي الاتحاد السكندري، ان شاء الله يعود نادي الاتحاد السكندري. صبحي مش اول مره يطلع اعاره على فكره، برضه طلع اعاره ورجع تاني، ورجع عشان مستواه عالي على فكره. يعني هو لما راح بره وانت رجعته عشان مستواه عالي، فهيبان يعني الفتره الجايه هتبان القصه ماشيه ازاي. هات اللي بعده يا سيدي، يلا بينا. طبعا العنصر النسائي في الرياضه في اسكندريه لازم يكون معانا، والا هتحصل لنا كلنا مشاكل. في الحقيقه هاجر عامر هي مثل حقيقي
يعني اسطوره حيه. بتيجي تبص على هاجر الرياضيه من الطراز الاول، يعني فيها كل المواصفات بتاعه الرياضي المثالي. هي نجمه كبيره جدا في عالم كره السله، هي اسم كبير، هي قائد لفرقتها، هي صاحبه وسائط البطولات، هي محفز لكل الناس اللي حواليها. هي لا، هاجر عامل بتكتب اسطوره في عالم كره السله، وهتفضل مكمله الفتره اللي جايه. مبروك لهاجر عامل. هاجر طبعا انا عارف ان انت يعني علاقتك بهاجر كمان قويه. هي من احسن لعيبه فعلا، وهي عملت حاجه السنه دي. هي راحت خدت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، كان النادي الاهلي طالبها بالاسم فاخدت وحققت معاه، وكانت احد اسباب فوز النادي الاهلي. بعدين مع ناديها تاخد بقى هي كاس سوبر، تكسب النادي الاهلي اللي كانت بتلعب معاه، اللي كانت بتاعها. فعملت هي حاجه، دي هي لازم تبقى احسن لعيبه فعلا. لا يعني هاجر كمان يعني انا حتى كان ليا لقاء معاها قبل كده. هاجر برضو منتاليتي بتفكرني باسماعيل كده، يعني بتفكرني باسماعيل قوي. اللي هي المنتاليتي بتاعت محافظه على نفسها ومحافظه على يعني كل لاعبات السله بتوصل لسن كده صغير بتبطل. لا هاجر هي مستمره، هاجر مش بتأدي وبروح يعني المستوى بيعلى كمان مش بيقل. هي محافظه على نفسها ومحافظه على نفسها بشكل عجيب يعني، جدا ليها نظام وليها، هي مثل للبنات الصغيره اللي عايزه تلعب يعني. هاجر مبروك وانت تستاهلي، وانت طبعا يعني اقول ايه، احنا شهادتنا فيكي مجروحه، لكن انت بنت اسكندريه اللي مشرفانا واللي دايما رافعه اسم نادي سبورتنج على مستوى المحافل المحليه والدوليه. ان شاء الله كده تستمري في الملاعب وتقدمي كل جديد، ونشوف اجيال جديده بقى، نسخ منك كده من هاجر. بس عايز اقول حاجه عشان الناس تاخد بالها بالاستفتاء. هاجر سبورتنج، ميدو الاتحاد، ايوه ما خد بالك، عاطف حنفي فاركو، خد بالك الانديه كلها، يعني ما فيش تحيز لنادي. يعني انت ايه، يعني هنبص هنلاقي الاستفتاء داخل فيه تقريبا انديه اسكندريه كلها. لا ما احنا بنفتح اصل احنا مش احنا اللي يعني بنختار، هي الناس أيوة اللي بتختار. ايوه عشان يبقى الناس فاهمه ان ما فيش تحيز لاي حد، يعني دي انديه. يعني شوف انت ايه ماشي ازاي. طب هقول لك بقى اللي جاي. طب ما بمناسبه بقى انت قلت الموضوع ده، طب هات اللي جاي يا استاذ حسام، عارف عشان هو المخرج، فقول لنا اللي جاي يا استاذ. ماشي ورينا اللي جاي. غير كلام مفيش اهو. سموحه كمان ده على فكره، في انديه تانية انا لسه جايه، بس سموحه برضو موجود معانا، ممثل طبعا في جايزه افضل مدرب في الاسكندريه وفي الانديه السكندريه. برضو الناس تعرف ليه تم الاختيار، لانه هو كمل بعد الكابتن احمد سامي، فضل بنفس فرقته، ما جابش لعيبه، الراجل ما عندوش مشكله في الفرقه، مش مشكله، وقدر بايه الفرقه بتأدي كويس جدا. على فكره هي مش مطلوب منها تاخد الدوري، لا ولا مطلوب منهم انهم، او مطلوب منهم مستقرين في الدوري، وصل لنتائج معقوله جدا. يعني عامل في ايه اداء كويس ونتائج كويسه في الدوري، وده في ظل اوضاع ثابته. يعني هو لا طلب حاجات ولا قال عايز هدافين ولا عايز. لا خلينا نتكلم بصراحه، نادي سموحه اصدر قرار، مجلس اداره نادي سموحه الفتره اللي فاتت عمل سياسه جديده تقشفيه لفريق كره القدم. يعني خفض النفقات مع اللعيبه. هو الراجل في الحدود دي ناجح جدا وبيؤدي وبشكل كويس، هو يستحق التحيه ويستحق هذا الاختيار. بالظبط، الراجل ما طلبش لعيبه، الراجل بيشتغل في ايده، الراجل قادر ان هو يحافظ على استقرار الفريق، هو اختيار موضوعي. عشان بس الناس اللي بتتكلم يا جماعه، ما هو مش بالحب مش بالعاطفه بس، بالارقام. انت النهارده حافظت على فرقتك ولا لا؟ طب النهارده بتحمل ناديك اعباء اضافيه ولا لا؟ طب النهارده بتجيب لعيبه وتمشيها ولا لا؟ لا، انت محافظ على الاستقرار جوه النادي، واثبت ان انت بعد مدرب كبير الكابتن احمد سامي طبعا كان قادر ان هو يعمل شكل الفريق اسمه على مدار سنوات. الراجل ما تهزش،
راجل عامل شغل كبير جدا. تحيه للكابتن احمد عبد العزيز الحقيقه، بيقدم مستوى راقي جدا. النادي سموحه فعلا اداره تستحق التحيه انهم متمسكين بيه، ان هو موجود، لانك انت بتطلع كوادر جديده اهي. محدش كان واخد باله من الكابتن احمد النهارده. ما هي دي النقطه يا استاذ طارق، انا مش بدور على الترند، ما هي دي النقطه. وانا مش بتكلم على النادي بعينه يعني عشان ما تفهمش الكلام غلط. عامه فكره الترند دي هي اللي ضيعتنا، وهي اللي ضيعت الانديه السكندريه بالذات، اللي امكانياتها ما تسمحلهاش ان هي تواجه. انت مش هينفع تبقى الاهلي بامكانياته وميزانياته، ولا ينفع تبقى، مع ان الزمالك عنده ازمه يعني، هو كل الانديه عندها ازمات الا النادي الاهلي عشان عنده نظام قديم في التسويق الرياضي. لكن انت في النهايه انت ما عندكش الميزانيه اللي تخليك في المنطقه دي اصلا، فاشتغل على نظامك، اشتغل على ظروفك انت. صحيح. طيب تعالوا ناخد اللي بعده، لان برضو اللي بعده بالغالب، وسامح تغششني، طيب في الغالب اللي جاي هيكون نادي تاني خالص. تعالوا كده نشوف ايه. طبعا يعني انا شخصيا سعيد جدا بالاختيار ده، والعطاء الرياضي النهارده بيروح للكابتن ناصر الشاذلي. راجل اولا هو سليل عائله قدمت للرياضه المصريه الكثير والكثير، يعني مش عايز اقول لكم العيله دي، عيله الشاذلي عملت ايه للرياضه المصريه، وهو سليل الاساطير. والنهارده الراجل تحمل مسؤوليه صعبه في ظروف صعبه، النادي الاولمبي من الانديه اللي بتمر بكبوه كبيره جدا، ومع ذلك الراجل تحمل المسؤوليه بالرغم من ظروفه الصحيه، واحنا بنتمنى له الشفاء العاجل. رجل يعني في ظروف صحيه صعبه، ومع ذلك مستمر في محاولاته في ان هو يحافظ على النادي الاولمبي في التوقيت ده. الكابتن ناصر من الناس الجمال جدا، شخصيه جميله جدا، واحنا بنتمنى له الشفاء. وهو فعلا من اللي كان الاختيار انه من احسن الناس في العطاء الرياضي، بيبذل مجهود كبير جدا. يعني انا مش هنسى يوم الجمعيه العموميه، وانا عضو في النادي، فروح فلقيته رغم تعبه ورغم الجهد اللي هو يعني فيه موجود ومتواجد وقاعد وسط الاعضاء. احنا طبعا يعني اتمنى له كل الشفاء، واتمنى له ان شاء الله ان شاء الله يعني يبقى موجود معانا ان شاء الله في حلقه، ويبقى ونسمع له ونستمتع بيه. كابتن ناصر بنتمنى لك الشفاء العاجل، ان شاء الله تكون معانا في حلقه قريب، وبجد احنا وراك وبندعمك، وانت مخلص، انا عارف اخلاصك. بصوا يا جماعه، عايزكم تفرقوا بس من حاجه مهمه جدا ما بين الاختلاف الاداري، او الاختلاف ان انت ممكن النهارده تكون مختلف على مستوى قرار رئيس نادي خده، او حد في اداره ما خد قرار، فانت اعلاميا ممكن تكون انت بتقول حاجه او بتنتقد او بتدي رساله تنبيه، وفي الاخر هي بحب يعني للاصلاح. ومع شخصيه الكابتن ناصر لا خلاف عليها مع احد. هذا الرجل رجل محترم، زي ما قلت لكم معطاء، عنده شخصيه محترمه جدا، وفي النهايه ده اللي هيفضل يعني في علاقاتنا الانسانيه، ده اللي هيفضل. احنا ما عندناش خلاف مع اي حد عشان بس انتوا عارفين، في اي حته، في اي اداره، ووراهنكم هات كده اي حد في اي حته، حتى واحنا بنتكلم النهارده على نادي الاتحاد، بنتكلم على سبورتنج، بنتكلم على سموحه، احنا ما عندناش خيار في وقوس كله لو في حاجه بنقولها، في ايجابيات بنقولها، في سلبيات بنقولها. تعالوا نطلع فاصل عشان الجايزه اللي جايه هتبقى من نادي تاني خالص برضه، يعني من مكان تاني خالص. تعالوا بعد الفاصل نطلع فاصل عام ونرجع ناخد الجايزه اللي جايه. طيب انا هغششكم حته، يعني الجايزه اللي جايه تعالوا نشوف مين، وهي برضه بناء على يعني استطلاع راي من ناس كتير جدا ونقاد ورياضيين، وهنا احنا لينا معيار الاستقرار بتاع الانديه اللي ما فيهاش مشاكل كبيره. تعالوا بس ناخد الجايزه اللي جايه ونشوف جايزه او استفتاء الافضل على مستوى رئاسه الانديه في الاسكندريه في 2025. تعالوا نشوف مين معانا.
وانا شخصيا كنت متوقع والله يعني لما تيجي تبص كده على الانديه المستقره في 2025 بنقيسها ازاي؟ تعالى كده بص شوف المشاكل اللي حصلت، وطبعا يعني هو مش عشان حاجه، لا احنا بنتكلم على الوقائع. ايه النادي اللي كان مستقر الايام اللي فاتت او السنه اللي فاتت على مستوى كل حاجه؟ النادي اللي ما شفناش مشاكل طالعه منه كبيره، النادي اللي على مستوى البطولات بيأدي، على مستوى خدمه الاعضاء والجمعيه العموميه، اعضاء الجمعيه العموميه بشكل كبير جدا راضيين عن اداء الاداره وراضيين عما يقدم، محاولات للتجديد، محاولات ان احنا يكون عندنا مشروعات للمستقبل. نادي اصحاب الجهاد طبعا وبالتاكيد هو الاستاذ سيد سمره رئيس نادي اصحاب الجهاد، اللي في الحقيقه يعني اختياره ما كانش صعب. يعني انا عايز اقول لكم ان الناس واحنا بنسالها واحنا بنحط الاستفتاء لا في 2025 الناس بتفهم برضه، يعني لا ما كانش صعب. فاحنا بنحييه وبنبارك له، وهو معانا على الهوا كمان اهو على التليفون. مساء الخير يا استاذ سيد. مساء الخير يا باشا، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ ربنا يخليك، وكل سنه وحضرتك طيبين ودايما كده في احسن حال واحسن صحه يا رب. سنه سعيد عليك واستفتاء السنه دي انت كنت متصدر القائمه، فيعني الناس كلها فعلا لما كلمنا اكتر من حد وعملنا الاستفتاء بتاعنا، لا ناس كتير في اجماع كبير جدا على مستوى الافضل على مستوى رئاسه مجالس ادارات الانديه هو نادي اصحاب الجهاد، وطبعا ده بقياده حضرتك. فيعني بنبارك لك يا فندم. بتشوف الموضوع ده ازاي؟ بتشوف الحاله دي ازاي؟ لان فعلا ناس كتير بتكلمنا عن استقرار نادي اصحاب الجهاد الفتره اللي فاتت. الله يبارك في حضرتك وتحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ طارق اسماعيل. اهو معاك اهو استاذ الله ربنا يخليك. وهي يعني الحمد لله هي مسؤوليه كبيره، وبصراحه يعني نادي اصحاب الجهاد بالنسبه لنا او بالنسبه لي انا شخصيا يعني في عشق للنادي ولاعضاء النادي، وان احنا نعمل حاجه كويسه للاعضاء والنادي من الناحيه الانشائيه ومن الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الرياضيه. فالحمد لله رب العالمين، وانا بشكر حضراتكم جدا على الاستفتاء وعلى الخبر الجميل ده. يعني لا هو انا عايز اقول لك اللي احنا بصراحه يعني شايفين نادي الجياد ده نموذج محترم جدا جدا. اولا لما بتدخل النادي تحس كده كل ما تدخل فيه تلاقي فيه حاجه جديده معموله، في جهد مبذول، الفرق نفسها الرياضيه بيبقى في حصل فيها طفره. فاحنا اللي عايزين نشكرك، عايزين نقول لك انك انت باذل مجهود كبير، ويعني نفسنا بقى ان شاء الله تبقى معانا مره في حلقه ونتكلم على ايه اللي بيتم وايه اللي انت بتحلم بيه كمان للنادي. يعني احنا بنشكرك وانت تستحق فعلا ان السنه دي تكون انت افضل رئيس نادي. ربنا يخليك يا طارق بيه، وشرف كبير ليا ان شاء الله قريب جدا اكون مع حضرتك في البرنامج، وان شاء الله احنا عندنا يعني في القريب العاجل ان شاء الله كده على بدايه الصيف باذن الله هيتم افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد الكلاب هاوس. ده تكلفته حوالي 17 مليون جنيه. طبعا الشركه المنفذه للكلاب هاوس الجديد الانتاج الحربي القوات المسلحه، وان شاء الله حاجه تليق كده بالاعضاء ويبقى الافتتاح بتاعه في اول الصيف باذن الله. ان شاء الله مفيش مشاكل بقى اهو، يعني ولا بتتحجج بحاجه ولا اي حاجه. لا عندنا مشروعات، عندنا ازمه ماليه زي كل الانديه، لكن عارفين ندير الموقف صح كده. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ده مشروع كبير وان شاء الله حاجه تطلع يعني في منتهى الشياكه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وبنشكرك ومبروك مره تانية، ولينا حلقه نتكلم فيها لان لازم الناس تعرف، لان نادي اصحاب الجد الموضوع ما كانش ممهد بالورود، لا ده كان في مشاكل وكان في حاجات على الارض وتم حلها، فبالتالي الناس لازم بالظبط الموضوع ما كانش سهل كده يعني. ما فيش اي حاجه في الانديه سهله في الفتره الحاليه او الفتره السابقه، دي كلها مسؤوليات كبيره جدا والتزامات ماليه غير طبيعيه للفرق الرياضيه وللضرائب ولكل حاجه. فالحمد لله الواحد بيجتهد، ومجلس اداره والاستاذ حسام انور والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالنادي كل واحد ما بيقيم بدوره على اكمل وجه، حبا في المكان وفي الكيان، وان شاء الله الامور تكمل على خير كلها باذن الله. ان شاء الله يا فندم، ومبروك مره تانية وسنه سعيده عليك، ويا رب تبقى سنه خير كمان وتجيلنا في الافضل 2027 ونفضل كده مستمرين مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك، متشكر جدا لحضرتك وشكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم، شكرا جزيلا. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. مع السلامه. مع السلامه. برضه انا عايز اقول حاجه صغيره جدا عشان الناس برضه ما تقلقش. مش معنى احنا بنيجي نختار حد ان الباقي وحش، لا طبعا. لا 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 لا.
لكن احنا هي بنراعي المعطيات كده. الظروف ايه انك بتروح مثلا لده ليه. يعني احنا بقى واخدين نادي الجياد ده كنموذج ان ايه ان نادي قدر الاستاذ سيد يحطه على الخريطه بالظبط. فانت هنا بتكرمه انك عشان كمان يستمر في العطاء ده وبيستمر في نفس الجهد ده. انما كل رؤساء الانديه لهم احترامهم وتقديرهم والايه عطائهم، انما انت بتختار بناء على معطيات انت بتبقى ايه حاططها. احنا بمنتهى البساطه اولا لما تيجي تبص كده مثلا في الاختيار ده هفسر لكم تفسير سريع للاستاذ طارق بيقول ايه. مثلا نادي الاتحاد السكندري ما كانش كان عنده ازمه على مستوى انتقال، لسه مجلس الاداره بتاعه لسه جديد. يعني مثلا الاستاذ محمد سلامه ما تولاش لسه المسؤوليه، صحيح، لسه بيبتدي ما تقدرش تقيم التجربه دلوقتي. بالظبط. عندك برضو من ناحيه نادي سموحه كان عنده انتخابات، وكان عنده حاجات كتير جدا. صح. الفتره اللي فتره انتقاليه، فتره انتقاليه تقول مين؟ ما اقدرش اقول مين، يعني ما اقدرش اقول ان 25 دي كان فيها انجاز معين لان كان عندهم انتخابات، فكان في معركه انتخابيه في نادي سموحه بقى لها اكتر من 6 شهور، ولسه المجلس الجديد بنتوسم فيه انه يقدم لنادي نادي سموحه يعني حاجات كتير جدا. على مستوى نادي الاتحاد نفس القصه، ان شاء الله المجلس الحالي برئاسه الاستاذ محمد يقدموا كل حاجه ونيجي في 2027 نختار. فالموضوع ملوش علاقه بالهوى، احنا بس عايزين نفصل القصه. صحيح. ملوش علاقه بالاهواء الشخصيه. انا شخصيا راجل اتحاداوي، ما انا ممكن كل الاستفتاءات اختار نادي الاتحاد ما اقدرش اعمل كده عشان بس تبقى الناس فاهمه الموضوع ماشي ازاي. بالظبط كده. هات يا وسام اللي بعد ايه يا وسام، في نادي جاي تاني ما نعرفش احنا جبنا كل انديه اسكندريه كده، تعال نشوف اللي بعد. طيب اهو انا ما عملتش حاجه يعني ما عملتش اي حاجه خالص، انا ماليش دعوه بالموضوع. الدكتور احمد عثمان طبعا المدير التنفيذي لنادي الصيد، هذا الرجل خلي بالكم الناس اللي احنا بنجيبها كلها في الاستفتاء او اللي تم اختيارهم مش مننا بس، من كل الناس اللي عملوا الاستفتاء، هي ناس بتشتغل في صمت، هي ناس بتؤدي في صمت بدون جلبه بدون اي ضوضاء. وعايز اقول لكم برضو يعني احنا السنه اللي فاتت طبعا كان معانا الاستاذ جاسر منير، يعني الراجل تاريخ كبير جدا على مستوى الاداره التنفيذيه في الانديه السكندريه. الدكتور احمد عثمان بتيجي تبص كده في التجربه بتاعته، ده كلامه هو هيقول لك انا تربيه الاستاذ جاسر منير او تربيه الاداره دي. فهي المديرين التنفيذيين ناجحين واضحين بيشتغل برضه، فالراجل عامل شغل كويس قوي. لا ده الناس لازم تعرف ليه تم اختياره. هو عنده كان مشكله ان رئيس النادي ما كانش عنده مجلس اداره اصلا بالظبط، والنائب قدم استقالته ومفيش حاجه، فهو اللي بيدير النادي قدر لوحده ومعاه باقي اعضاء مجلس الاداره يعمل استقرار غير عادي، وما فيش ما حدش حس باي مشكله، الدنيا ماشيه زي الفل ده الى الان. طبعا بنتكلم الى الان. نجاح غير عادي، وقاعد مهموم ومشغول هيعمل هنا ايه، هيعمل في الفرع اللي موجود في محرم بيه ايه، وعنده طموحات لحاجات، فقاعد يشتغل 24 ساعه. ده يستحق كل التحيه عشان كده. انما هل مثلا نقدر نغفل ان في مديرين انديه تانيين، هل نقدر انا ما اتكلمش مثلا على عملاق زي سياده اللواء رمزي تعلب في لا طبعا او سياده اللواء طارق هيكل مثلا في بس هم عندهم استقرار بقى هناك، الانديه دي مستقره. لكن انا بشوف الراجل الفدائي ده اللي هو تحمل عبء النادي ايه لوحده، قاعد لوحده دكتور احمد عثمان ومعاه اعضاء مجلس الاداره ومعاه اعضاء يا عيني وبيكملوا فده يستحق التحيه والتقدير. ونادي الصيد نادي كبير، وعلى فكره نادي الصيد نادي كبير جدا، واعضاء جمعيته العموميه على فكره مديرين الانديه بيتحملوا. يعني انا من الحاجات اللي انا انبسطت لها جدا جدا لما النادي الاولمبي جاب الاستاذ مصطفى ادريس طبعا، وبتاع شخصيه جميله جدا ومحترم وخبره واسعه جدا. ويعني النادي الاولمبي هنا بقى مجلس الاداره كمان والكابتن ناصر الاشعازي يستحق، وهو الدكتوره ماجده الهدباوي يستحق التحيه والتقدير، انهم اختاروا اختيار صائب صحيح
راجل كان مدير نادي سموحه وجابوه هنا يبقى يمسك النادي الاولمبي، وانا شايف انه هيعمل معاهم شغل كويس جدا، وهو راجل يستحق. الراجل يستحق يعني وقدم. فانا بقول لا، المديرين الانديه كل الاحترام، بس انت اخترت هنا لان هو مر بظروف قدر يتغلب عليها وينجح في قياده نادي. هي هو 2025 كانت صعبه عليه جدا يبقى هو يستحق هنا. انما مش معنى كده بقى ان ايه، ان انا ايه هقول ان لا، انا عندي في نادي سبورت اللي هو رمزي ثعلب، عندي في نادي اللي هو طارق هيكل، عندي النادي الروم لسه انا بتكلم على مصطفى ادريس. طبعا نادي الاتحاد احنا اساسا مختارين الجاسر من السنه اللي فاتت. جميع الانديه مديرينها، ولسه الاستاذ سيد بيتكلم على ايه المدير التنفيذي ايه حسام انور يعني كل المديرين لهم الاحترام والتقدير. لكن انت بقى اخترت هنا للاسباب دي عشان بس الناس تبقى فاهمه، فالناس لها كل الاحترام والتقدير. لا دكتور احمد عثمان فدائي. ايوه طبعا. طبعا يعني الراجل لا في حته ثانيه. لا في حته ثانيه، تخش نادي الصين هتلاقيه قاعد ما بيتحركش مكانه، وتلاقي كل حاجه بتشتغل. فليه كل التحيه دكتور احمد، ليه كل التحيه ومبروك ودايما يا رب كده يعني تاخد حقك وتاخد قدرك، لان انت بتدي ومعطاء وقدمت شخصيه جميله جدا، شخصيه محترمه جدا، المستوى الانساني انسان راقي جدا. طب تعالوا نطلع الفصل الجاي نشوف مين معانا. تيجي تبص كده سيره هذا الرجل الاستاذ ناصر جويده، يعني كل الناس بلا استثناء كانت حزينه على رحيل الكاتب الكبير الاستاذ ناصر جويده، الصحفي المحترم اللي قدم كتير جدا سواء على مستوى الاعلام الرياضي او غيره من انواع الاعلام، لان هو اشتغل في حاجات كتير. راجل كان متنوع في الحقيقه، وكان عام حزين 2025 برحيل الاستاذ ناصر جويده، اللي انا عارف انه كان مقرب منك جدا بشكل كبير. يعني بص عايز اقول لك، لو انت تفتكر السنه اللي فاتت احنا كنا عايزين نديله الجائزه صح، وجاه الله يرحمه الاستاذ كمال عوض، فاحنا قلنا ايه معلش عشان الاستاذ كمال وكان رحل، لكن هي كانت جائزه الاستاذ ناصر جويده السنه اللي فاتت. وانا مش عايز اقول اكتر من مره كنت باجي اقول له استاذ ناصر عايزينك في حلقه وتيجي تتكلم، وعنده حكايات كتيره وذكريات. لا وممتع جدا ممتع جدا. ولم ايه يعني ان شاء القدر ان احنا ما يحصلش ان احنا نلتقي، وهو كذا مره كان يوعدني ويقول لي ان شاء الله وكده، لكن مهما اقول لك قد ايه الواحد متاثر لغايه دلوقتي برحيله. شخصيه راقيه جدا ومحترم جدا، وانا كنت بقى ايه يعني تملي اتخيل وحاولت احفزه كذا مره ان هو يبقى نقيب كمان، نقيب للصحفيين. شخصيه جميله جدا، لما تقعد تلاقي انسان راقي جدا وعنده فكر وعنده رؤيه، علاقاته واسعه جدا. لا وعلاقاته قويه جدا يعني جدا وكان من الناس لما تقول معلومه اعتقد ان تبقى نهائي. عايز اقول لك ان تقريبا كل مصادره صحابي، كل مصادري صحابه يعني احنا كنا حاجه واحده، وعلاقه ممتده على مدار سنين طويله جدا. وانا حكيت هنا وقلت ان انا لما كنت يعني حتى اجي اسافر اعمل اي حاجه ما اكلمش اي حد يغطي الا هو. يعني عندك ثقه في غير عاديه بالزبط. غير عاديه. وهو ايه انسان يعني مهما اقول لك انت بتحس انك فقدت قيمه كبيره في مهنتنا، في مهنه الاعلام، في مهنه الصحافه. ايه مش اي حد يعني انت ايه بيعدي عليك مليون واحد، انما في ناس بتقف عندها. يعني تملي انا لما اجي اتكلم على اساتذتنا واتكلم اقول مثلا الاستاذ ابراهيم حجازي، الاستاذ محمد الكيلاني، ايه الناس اللي اثروا فيك، الناس اللي كان لهم بصمه معاك. فالاستاذ ناصر من الناس اللي سابوا بصمه عندي كبيره جدا في اخلاقياته، في مبادئه، في فكره، في عطائه، في كل ده، في زمالته بقى الراقيه جدا المحترمه الجميله اللي هي تستحق التكريم فعلا. يعني انا افتقدت قيمه كبيره جدا.
طبعا ربنا يرحم استاذ نصر جويده، واعماله وسيرته هي اللي مستمره. يعني احنا النهارده لسه بنتكلم عنه، هو ده بقى اللي الناس لازم تتعلم منه. يعني الناس اللي بتشتغل في مهنتنا كمان بالذات، يا جماعه احنا هنروح، احنا مش قاعدين. ففي يوم الناس هتذكر احنا عملنا ايه، تركنا ايه، فهتذكر الخير زي الاستاذ نصر كده، وهتذكر الاثر اللي تركناه، او هتذكر اشياء اخرى. يعني انت براحتك بقى، شوف انت عايز تعمل ايه الفتره اللي جايه. اسامه انت هتدخلنا في موضوع كبير، هات اللي بعده يلا. لازم تبقى دي الختام، يعني دي القفله اللي تليق بينا بقى. يعني لما نيجي نقفل التكريمات النهارده، هتعمل ايه؟ عايز تكرم بقى رمز رياضي. طبعا ده التكريم بتاع رمز الرياضه السكندريه، هو ده التكريم، ده الوسام. فهنديه لمين؟ اكيد الكابتن مدحت ورده، يعني من غير تفكير، من غير ما افكر. انا كنت سعيد الحظ، بشكر الاستاذ طارق اسماعيل على فكره، اللي هو خلاني عملت حلقه مع الراجل ده. الراجل ده ما بيطلعش في حته، ما بيروحش اي حد، ما بيقعدش يتكلم مع حد. وانا عملت معاه حلقه انا بشوفها من اهم الحلقات اللي عملتها في حياتي مع الكابتن مدحت ورده. شخصيه اختلف تتفق براحتك، لكن اسطوريه الكابتن مدحت ورده لا، دي ما فيهاش خلاف. الراجل ده جاي حته تانيه، مش على مستوى اللعبه واللي تركه والاثر والعبقريه، وان هو اللي خلى كره السله في مصر لغايه النهارده بالشكل ده. الراجل ده هو اللي خلى كره السله في مصر اسم. يعني خلينا النهارده بنشجع كره السله مين؟ الكابتن مدحت ورده. فلا، على مستوى الشخصيه كمان هو رجل مختلف كل المقاييس على فكره عن اي حد انت ممكن تقعد تتكلم معاه وتقابله. طب بص، يعني ما تقدرش تتكلم عن الكابتن مدحت ورده كلاعب سله. لا هو حاله، لا هو هو اسطوره. هو ما زال لغايه دلوقتي اعلى شعبيه، ما فيش حد ده يعني في نادي الاتحاد له شعبيه مدحت ورده. لغايه النهارده الاشكاليه بتاعت اللاعبين اللي بتيجي، اي لاعب بيجي انه بيتقارن بمدحت ورده. يعني اي فرقه بتيجي بتتقارن بفرقه مدحت ورده. اللاعبين اللي لعبوا جنب الكابتن مدحت ورده اللي هم اسماء كبيره، يعني الكابتن مدحت ورده لعب جنبه عظماء اسماء كبيره جدا، ومع ذلك لما تيجي تكلمه يقول لك كابتن مدحت ورده. بص انا هستعير كلمه اخويا الكابتن طارق السباق لما قال وقال لي كده، وانا قلتها للكابتن مدحت وهو اتاثر جدا وبتاع. قال احنا كنا كلنا لعيبه متميزين ويعني وهايلين وكل حاجه، قالك بس احنا كان ممكن يجي زينا لكن مدحت ورده ما يجيش زيه. شوف كلمه صعبه. قال مدحت ورده ما يجيش زيه، قال احنا ممكن يجي زينا لكن مدحت ورده ما يجيش. لا واللي بيقول ده مين؟ الكابتن طارق السباق. طبعا اللي هو في الملعب كان بيطلع نار من بقه. يعني ده كلام الناس، طبعا كلام الراجل المحترم الجميل. الكابتن طارق ده كمان برضو اسطوره ثانيه بالظبط، يعني وفكر وعطاء وجهد. شوف الكلام الرائع اللي بيقوله مدحت ورده، حاجه تانية خالص خالص في فكره وعطائه واخلاقه. يعني انا فاكر لما جيت كلمته وبقول له كذا، قال لي انا ما بروحش ولا قال لي بس ما اقدرش اقول لك لا. شوف الكلام، انا استغربت انه حلقه. ولو تفتكر ده كان كل الناس بتقول لك مش هيجي. الناس كانت بتتراهن معايا انه مش هيجي. مش هيجي. انا قلتها في اول الحلقه. دي اخلاقه، دي مبادئه، دي قيمه وايه. وعايز اقول لك احنا مطاردين انهم عايزينه تاني. يعني احنا مطاردين ان كل الناس بتكلمني لا عايزين الكابتن مدحت. عارف على فكره كانت من اعلى الحلقات مشاهده عندنا جدا جدا جدا. يعني الحلقه حتى الناس كانت مستنياها ايه، واحنا عايزين نجيبه في هنا فعلا. وده ايه هننقله له اللي ايه، انه لانه لازم يكرم هنا، يكرم لان كل الناس بصاله انه رمز، وهو رمز فعلا، رمز لحاجات كتيره جدا، لتاريخ حافل. ومش احنا بس اللي كرمناه، ده هم اختاروه. يعني شوف بقى النهارده لما يتم تكريمه من الاتحاد الدولي، ولما يتم تكريمه على الساحه الافريقيه والساحه العالميه. لا ده اختم اختياره من افضل 10 لاعبين كره سله في العالم. يعني طبعا. ده موضوع برضه مش سهل، مش بالبساطه دي. يعني بص انت شوف النهارده الرمز ده عندك ازاي. النهارده
انا نفسي نادي الاتحاد يعمل له تكريم يليق بيه، زي اللي انا نفسي مثلا احنا عندنا رموز. طب انا ممكن اسالك سؤال في حته الموضوع ده محيرني، طالما فتحنا الكابتن مدحت، اسف يا اسامه عارف فاضل 5 دقايق بس مش قادر اسال، ما اسالش السؤال ده. انا برضو من الاجيال اللي هي ما جاتش يعني، ما هو ايه المشكله؟ يعني الكابتن مدحت ليه بحس ان هو يعني ما خدش التكريم اللائق بعد ما ترك اللعبه؟ لا انا بحس ان احنا مش بنستغل، مش كابتن مدحت كمان بس، طب وكابتن رشوان فين؟ كابتن رشوان فين اللي احنا ما بنستفدش منه ليه؟ وده اسطوره تانية. تمام، احنا يا جماعه الرموز دي، طب انا نفسي كمان، وكابتن طارق السباخ فين؟ كابتن السباخ وغيره وغيره وغيره. انا برى ان ابناء الانديه يعني نادي الاتحاد كمان بالذات، انا ليه ما بستفدش من الكابتن طلعت يوسف؟ انا ليه ما بستفدش؟ انا عندي النهارده بروح بدور على مدربين، ما انا عندي في نادي الاتحاد مدربين زي كابتن زاهر عبد الباسط مثلا، عندي ناس كتير. احنا محتاجين النهارده اللي احنا نقف وقفه مع النفس ونبتدي نكرم الناس دي، ونبتدي نستفيد منها ومن ارائها ومن افكارها ومن خبراتها. لان الانديه على فكره القويه، يعني انا هضرب برضو مثلا بالنادي الاهلي، الناس هتقول عليا اهلاوي النهارده يعني لكن هي دي التجربه. تعال بص على مستشارينهم هتلاقيهم لاعبين نجوم كانوا عندهم في الفريق، بص لجان الكوره اللي عندهم ولا لجان كره السله هتلاقيهم لعيبه كانوا موجودين عندهم. هفكرك بحلقه الكابتن زاهر عبد الباسط، جاء الكلام في منتهى الروعه هنا، وكان كلام متميز وكويس. انا نفسي بقى اللي احنا ايه، ان كل النجوم دول يستمروا في عطائهم بالرؤيه والفكر والافكار دي، ويدوها لانديتهم، والانديتهم تستعين بيه، وانديتهم تستعين بيهم. ما هم هيروحوا ازاي من غير ما انديتهم تطلبهم؟ بالظبط. ما انا النهارده احنا بنقول انا النهارده هروح افرض نفسي لا على بكلمك من المنطلق ده يعني. يعني مثلا حد زي كابتن طارق الصباغ، انا بقف عند عقليه الرجل ده، ومع ذلك ما بشوفوش في اي حاجه يعني. الراجل طبعا هو محب وعاشق وداع، وبعدين ده سرير الاسره اللي بنت نادي الاتحاد السكندري. على فكره في النادي الاولمبي برضو في كده، في ناس كتير محترمه جدا جدا جدا، مش عايز انسى حد، لكن هم كتير جدا يستحقوا التكريم والتحيه والطريق. يعني انا ايه يعني الكابتن فاروق السيد مثلا، وانا نفسي ان شاء الله نجيبه في حلقه، ده حاجه يعني اسطوره. كابتن فاروق السيد ده عايز اعمل له حلقه فعلا. طبعا. واخد بالك، انا بدي لك ايه نماذج وامثله عليه، في ناس كتير جدا جدا ايه تقدر تتكلم عليهم في الانديه وانك تستفيد منهم. عشان كده احنا لو تلاحظ احنا بنذكر ناس اللي هي تستحق فعلا اللي احنا نذكرها بالتكريم. ده لازم اللي احنا بنفكر الناس بيها وتكرم، والنهارده ان الناس تفتكرها. طيب عشان تفهموا بس الموضوع، احنا اهو خلصنا الاستفتاء بتاع السنه دي، مفيش اهواء شخصيه، الموضوع له علاقه بالمعايير اللي انتوا سمعتوها مننا. تقريبا كل الانديه كانت موجوده وكل الانديه كانت ممثله، ولسه احنا مش معنى الكلام ده ان احنا بنقول ان هم دول ومفيش حد تاني في اسكندريه، ولكن هو دي المعايير اللي اتحطت، والمعايير دي جابت هؤلاء بالشكل اللي انتوا شفتوه بتمثيل لكل انديه اسكندريه زي ما الاستاذ طارق اسماعيل قال. قبل ما اختم الحلقه، مش هينفع اختم الحلقه، احنا عندنا كارثه. المغرب المغرب خلاص، المغرب يا وسام ايه؟ المغرب كسبت؟ عشان احنا دخلنا الحلقه والمغرب كانت بتلعب. قول لي كده، المغرب كسبت خلاص؟ كسبت 2-0. طيب مبروك. المغرب بقى يا جماعه كسرت عقدتها التاريخيه امام الكاميرون. عارفين ان المغرب عمرها ما كسبت الكاميرون في بطوله افريقيا، ومع ذلك هي كسبت النهارده، فجايز دي بشاره خير بالنسبه لنا. عندك برضو طبعا خلاص احنا مفيش مفاجآت. المغرب كسبت الكاميرون، السنغال كسبت مالي، احنا ممكن في يوم نقابل السنغال تاني. بتشوف الموضوع ازاي؟ لا هي النتائج ماشيه طبيعيه لغايه دلوقتي. النتائج يعني انا كنت متوقع ان السنغال المغرب المفروض بكره انت عندك، انا كنت متوقع ان مالي هتعمل مفاجاه قدام لا 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 لا, لا. بس ده ما حصلش. انت عندك بكره الجزائر ونيجيريا. انا اتمنى ان الجزائر تكسب، ده كده الواقع اللي باين ان نيجيريا فريق قوي جدا جدا، تمام. انما انا اتمنى الجزائر كبلد. بس احنا قلنا كده على الكاميرون برضو، وقلنا ان فرقه قويه وعامله عقده للمغرب، ومع ذلك لا بس المغرب على ارضها، وبعدين مستوى بقى خلاص قدم في حته ثانيه تمام. نفس الوقت بقى
المفروض ان بكره الروح المصريه هي اللي تتغلب على كل شيء. هي الروح ممكن تعدي او تتخطى المشاكل الفنيه. بص احنا مهاراتنا وخبراتنا وامكانياتنا افضل من كوت ديفوار، افضل. انما بقى هنا هيجي دور المدرب. يعني المدرب بكره لو صاحي وفايق طبعا زي ما اخواتنا المغاربه بيقولوا نكسب، ما فيش مشكله. لكن لو في مشكله فنيه لا نخسر، او مشكله في الاداره بتاعت المباراه ممكن نخسر. بالظبط. يعني هي ده المعيار الوحيد. لكن احنا مهارات لعبتنا اعلى من كوت ديفوار. سوستوري انا بكره هجيبك في حلقه لوحدها نتكلم في القصه دي. يعني انت متوقع فوز مصر بكره؟ ان شاء الله باذن الله. انا اتمنى فوز مصر بكره ان شاء الله، واتمنى ان احنا يعني نتخطى بقى العقد، الحاجات اللي احنا عملناها بنفسنا بايدينا يعني بشكل او اخر. بشكرك على الاستفتاء، وبشكرك على الاختيارات، وبشكرك على الحاله اللي بتعملها كل سنه، انك تقدم لاسكندريه نماذج. لو احنا نسينا او احنا مش واخدين بالنا ان في ناس ناجحه وفي ناس بتقدم يعني اداءات محترمه، لا نفكرهم، نقول لهم ان هم بشكرك. وبتمنى برضو بالتحديد ان احنا نجيب الرموز، الكابتن مدحت والكابتن محمد رشوان. احنا اتفقنا على 3 حلقات دلوقتي. خلاص احنا اتفقنا على الكابتن مدحت، كابتن رشوان، واتفقنا على ميدو طه على فكره في اول الحلقه ان احنا هنجيب ميدو طه لجمهور اسكندريه. ان شاء الله الناس كلها تسعد معانا. الاستاذ سيد صبري طبعا كافضل رئيس نادي في ادائه وعطائه وجهده، واحنا نبقى سعداء انه يبقى موجود ان شاء الله. قلنا ناخد بريك كده في الاستفتاء النهارده ونوريكم ايه اللي هيحصل. ان شاء الله هنجيب لكم ضيوف على اعلى مستوى في 2026. بشكرك يا استاذ طارق. شكرا لكم اعزائي المشاهدين. دي كانت نهايه حلقتنا برنامجكم استاد اسكندريه. اتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الحلقات القادمه كمان، لان محضر لكم فيها مفاجآت كبيره جدا الفتره اللي جايه. ومره اخرى احنا هنا مش منصه ولا منبر بتاع حد، احنا منبر بتاع لما في شيء ايجابي نشير اليه، ولما في شيء سلبي بنتكلم عنه للحل مش للمكايده. والله عشان الناس بتفتكر ان احنا لما بنيجي نتكلم في حاجه احنا بنكايد، ما بنكايدش حد. احنا بمنتهى البساطه لما بنيجي كده دورنا في الاعلام احنا بنتكلم بننتقد نقد بناء، اسمه نقد بناء، ان انا بقول لك مساء الخير عندك مشكله في الحته الفلانيه، فحضرتك يا ريت تحل الحكايه دي لو انت تقدر، ما تقدرش قول لي ازاي اساعدك وادعمك بافكار ممكن تحل بيها. هي الحاله كده، مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي اهداف تانية من شغلنا. لكن احنا المشكله ان احنا بقينا واخدين على طريقه ناس تانية على السوشيال ميديا، هم بقى اللي بيشتغلوا بالطريقه دي، هم بقى اللي بيعملوا الحاله اللي انتوا شايفينها دي، مش احنا والله. كل الشكر والتقدير للاستاذ اسامه رافع مخرج برنامج اسره الهندسه الاذاعيه. اشوفكم الحلقه الجايه.